ممكن نعمل مشايات أو نعمل سجاد بسيط جدًا بطريقة بسيطة من قماش الشاك، ده بيتباع عند مستلزمات الخيوط، إن أنا باجيبه بالمتر أو بمترين، وبواقي الخيوط الموجودة عندي باقطّعها خيوط متساوية، وأبدأ أشتغله بإبرة شبه الخطاف أو بإبرة الكروشيه. كل اللي باعمله إن أنا باشتغل داير ما يدور الجزء اللي أنا هاشتغله بالكروشيه عشان ما ينسّلش، بابدأ أقطّع الخيط بأجزاء متساوية، وباحط الألوان اللي أنا حاباها، وممكن أرسم رسمة زي ما أنا عايزة، وأبدأ أشتغل الرسمة الأول بعدين أشتغل داير ما يدور الرسمة. زي ما أنتم شايفين أنا قطّعت الخيط متساوي، بادخّله في الخطاف باميّله على الناحية اليمين وأبدأ أشده بطريقة سهلة وبسيطة جدًا. بادخّل الخطاف في المربع الأول، ما هو متقسّم مربعات، بادخّله وباحط الفتلة زي ما أنتم شايفين وألفّها وأبدأ أسحب، زي طريقة اللي كنا بنعملها في المدارس زمان. وكمان ممكن أعملها بإبرة الكروشيه بطريقة برضه سهلة وبسيطة. ممكن أعمل زي ما انتم شايفين قلب عملته باللون البيج ودخلت فيه اللون النبيتي، اشتغلت القلب الأول وبعدين اشتغلت حواليه بالنبيتي، طلعت مشاية جميلة جدا. وبرضه هوريكم برضه مشايات تانية اشتغلتها ببواقي خيط عندي برضه، اشتغلت نبيتي مع بيج أو واللون اللي على الحرف ده من بواقي الطرح. ممكن بأي خيوط موجودة عندِك طلع في منتهى الجمال، شكله حلو جدًا. ودي مشّاية برضه ببواقي خيط كان عندي بني وبيج وقطعة من النبيتي على الجنب، مش شرط أبدًا، المهم يكون في تناسق في الألوان وبتطلع جميلة. ممكن تحطيها قدّام باب حمام، ممكن تحطيها قدّام باب الأوضة، ممكن تحطيها قدّام المطبخ. بتبقى جميلة جدًا وسهلة في الغسيل وبتنشف بسرعة. وممكن أعمل منها كمان حاجات تانية، ممكن أعمل منها سجادة كبيرة أو سجادة صلاة زي ما حضراتكم شايفين. دي سجادة صلاة أنا حطيت فيها اللون البيج في النُص وحطيت البيج على الأطراف وعملتها بطول المصلية، بتبقى جميلة جدًا وبتدفي وخاصةً في فصل الشتا. أتمنى الموهبة تكون عجبتكم وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.